قاعده شعبيه تاخد قرارات. النهارده الوزراء انا بأشفق عليهم، هم خايفين، ما حدش عاوز ياخد اي قرار، خايف لا يحصل. اما بدل ان انا اقدر اخرج من الازمه، طبعا اقدر اخرج من الازمه. انا عندي 90 مليون مصري يقدروا يبقوا طاقه انتاجيه بدل ما يبقوا ليهم الصحيح. الموارد ما فيهاش مشكله زي بلاد اخرى كتيره عدت بالازمات. تمام، والله كتر خيرك. تفاصيل في مشاكل. عندي عجز موازنه فوق ال 11% وده وحش، يعني نعم. بيلتهم كل موارد الدوله. اذا انت قدام حضرتك يا استاذ خالد اختيارين، تستهلك اليوم ولا تستهلك غدا، او لا تستهلك اليوم عسى ان الله يرزقك فتستهلك غدا. احنا مش هنستنى بقى توكلنا فتوكلنا، لازم نقعد نشتغل. صح. فانا رايي الشخصي ان الحكومه الحاليه تؤدي ما عليها من ما يعرف بسياسه رقة الثوب القديم مؤقتا. تمام. لما تيجي حكومه جديده بعد البرلمان، هي الحكومه دي اللي لازم تحط خطه لمده 3 أو 5 سنوات ينظر اليها الشعب المصري واقف معها، معكوس في الاحزاب ومعكوس في البرلمان، وكلنا يجب ان نبدا في العمل. ده الحل. بشكرك دكتور ايمن محجوب، استاذ الماليه العامه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا. وبرضه ده كلام يعني يمكن يعزز ما قاله دكتور جوده من حزب الحريه والعداله، بان احنا وضعنا الاقتصادي كويس، والازمه اذا حدثت فاحنا اجلناها لمده 6 أشهر. انا بقول الكلام ده علشان لما نيجي نتكلم حوالين ثوره جياع يبقى كل الامور دي في ذهننا، يعني لا نخاف قوي فنفرط في الخوف، يعني يبقى عمل تحريضي كاننا بنحرض على ثوره الجياع، ولا نتواكل قوي ونهمل قوي لوضعنا الاقتصادي وبعدين نقعد بقى نلطم بعد كده بعد 6 أشهر شوف رايحين فين. انا معايا على التليفون ايضا الناشط السياسي والعمالي